كان البحر زمان هو حدودهم، وهم كانوا بريين بيمشي جيشهم على الرمل ويحارب على الأرض. لكن المرة دي قرروا يخوضوا معركة على ظهر الموج. سنة 34 هجريا البحر المتوسط كان هادي بقاله سنين، بس تحت سطحه القلق كان بيغلي. في اللحظة دي الدولة الإسلامية كانت لسه بتتمدد، دخلوا مصر، سيطروا على الشام، بس ما كانوش لسه فتحوا البحر. البحر كان بتاع الروم، سادة المتوسط وأسياد السفن. ولما شافوا العرب بيبنوا الأسطول ضحكوا، هتحاربونا في البحر؟ ده لعبتنا. روم جهزوا أسطولهم بقيادة قسطنطين الثاني، وقالوا هنخليهم عبرة، وأبحروا بأسطول ضخم اتقال إن كان فيه فوق ال 500 سفينة. لكن على الناحية التانية كان في راجل اسمه عبد الله بن أبي السرح، والي مصر، جريء وبيحب المغامرة، جمع كل اللي قدر عليه من السفن وأبحر بيهم. الناس كلها قالت هيدخلوا البحر وما يرجعوش، لكن عبد الله رجع بانتصار غير وجه البحر للأبد. ومن هنا كانت أول معركة بحرية في تاريخ الإسلام، اسمها ذات الصواري. بس قبل ما السفن تتقابل، وقبل ما أول رمح يتغرس في الخشب، خلونا نعرف مين اللي كان ماسك الدفة في المعركة اللي البحر نفسه منسيهاش. عبد الله بن أبي السرح قائد المسلمين، كان صحابي وأسلم متأخر، وكان كاتب للوحي الفترة، لكن حصل خلافات وارتد، وبعدها رجع للإسلام تاني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتم العفو عنه. بعد ما استقر الإسلام في مصر عينوا عثمان بن عفان والي عليها، وكان عنده طموح مش طبيعي. المؤرخ ابن كثير قال عنه: كان عبد الله فارسا شجاعا صاحب تدبير ودهاء، وفتح على يديه بلاد النوبة وسواحل البحر. ما كانش خبير بحري، لكنه كان بيحس بالفرص، وعارف ان البحر مش بس مية، ده باب لحدود ما بتنتهيش. الناحية التانية كان قسطنطين الثاني امبراطور الروم، ابن الامبراطور هرقل اللي واجه المسلمين في معركة اليرموك، ورث منه الحكم وورث كمان منه الخوف من العرب اللي بيتمددوا. كان شاب صغير حوالي 20 سنة وقتها، بس عنيف ومتعطش للانتقام. المؤرخ البيزنطي ثيوفان كتب عنه: قسطنطين كان يراه الناس قادما بسيف هرقل ليوقف الزحف العربي، جهز أسطول مهول عشان يثبت للعالم كله ان الروم لسه سادة البحر. يبقى واحد داخل البحر لأول مرة، والتاني مولود على ظهر سفينة زي ما بيقولوا، بس المية ما بتعترفش بأسماء، ملهاش كبير، بتعترف باللي يفضل فوقيها وما يغرقش جواها. في خيمة جنب ميناء اسكندرية كان فيها عبد الله بن أبي السرح قاعد مع قادة جيشه، قدامه خريطة البحر المتوسط، وجنبه رسول جاي من الشام بيقول له الروم بيجمعوا أسطولهم وبيقربوا من حدودنا. عبد الله ساعتها خد قرار صعب جدا: احنا هنركب البحر ونقابلهم فيه. الصحابة الكبار وقتها كانوا متخوفين، خصوصا ان العرب مش اهل بحر، وكل الحروب اللي دخلوها كانت برية. الخليفة عثمان بن عفان كان في المدينة ووصلته الأخبار، فبعت جواب واضح: لا تكره أحدا على ركوب البحر فإني أخافه على المسلمين. لكن عبد الله ما أكرهش حد، بس شجع الكل وأقنعهم إن البحر زيه زي الرملة، اللي يمشي عليه لازم يعرف يثبت رجليه. وفي خلال أسابيع اتجمع أول أسطول بحري إسلامي، وانطلقت السفن من اسكندرية متجهة ناحية الغرب، ناحية البحر اللي ما حدش رجع منه بسهولة. كانوا عارفين انهم داخلين أرض مش أرضهم، بس كانوا مؤمنين إن البحر هيسمع تكبيرهم لأول مرة. الجنود كانوا على ظهر سفنهم شايلين سيوفهم، لكن قلبهم مش مطمن. 500 سفينة رومانية طالعة من أقصى الشمال، مرصوصين جنب بعض زي الجدار، وبينهم أسطول صغير من المسلمين واقف زي نقطة سودة في بحر من نار. المؤرخ الطبري بيقول: كان أسطول الروم كأنه جبل في البحر، حتى خاف المسلمون أن يحيط بهم. قسطنطين قسم سفن لمربعات قتالية زي ما كان بيحارب، وبدأ يدي أوامر بالإحاطة بالمسلمين. لكن عبد الله بن أبي السرح خد قرار مجنون، قال لقادته: اربطوا السفن في بعضها وخلوا القتال يكون على الألواح مش في المية. ربط السفن ببعض وحولوها الأرض قتال طافية فوق البحر، معركة بالأيدي والسيوف والرماح مش بالمنجنيق. قال عنها ابن الأثير: فاحتمل المسلمون بالسفن وجعلوا يتقدمون شيئا فشيئا ويقاتلون قتال من على اليابسة حتى كان النصر لهم. كان البحر بيتهز تحتهم والموج بيضرب السفن، بس المسلمين ثابتين، سيفهم في صدر العدو والتكبير في ودانه. المعركة استمرت يوم كامل، والدم ساح في البحر لدرجة ان بعض السفن اتهزت من الجثث الطافية، لكن في النهاية الروم انسحبوا والمسلمين فضلوا واقفين. اتقال ان قسطنطين نفسه جرح وهرب من المعركة وساب اسطوله يتضرب هو وكل القادة. ذات الصواري ما كانتش معركة بس، دي كانت اعلان رسمي ان البحر ما بقاش بتاع الروم لوحدهم،
بعد ما المعركة خلصت والروم رجعوا يداووا جراحهم والسفن الإسلامية لسه طافية فوق الدم والموج، الدنيا كلها فهمت حاجة واحدة: البحر ما بقاش روماني، البحر بقى له صوت عربي بيكبر وبيهتف باسم الإسلام. المؤرخ ابن عبد الحكم قال: لم يكن للمسلمين قبلها قتال في البحر، فلما نصرهم الله في ذات الصواري طابت نفوسهم لركوبه وفتحوا به جزائر البحر. بعد ذات الصواري المسلمين بسطوا نفوسهم على سواحل البحر المتوسط، واتمهدت الطريق لغزو قبرص، وبدأوا يفكروا في أندلس بحرية من البحر مش البر. الإمبراطور قسطنطين الثاني بعد الهزيمة بدأ يتحصن ويبعت رسائل تحالف واسترضاء، لأنه عارف إن المسلمين مش هيقفوا هنا. وعثمان بن عفان أرسل رسالة تهنئة لعبد الله بن أبي الصرح وقال له: أنت أول من جعل البحر طريقا للإسلام. ذات الصواري ما كانتش بس معركة، كانت لحظة كسر خوف ولحظة ولادة قوة جديدة هتفضل سيدة البحر لقرون طويلة بعد كده. في لحظة كان البحر هو العدو والموج كان حاجز ما بين المسلمين والعالم، لكن بعد ذات الصواري البحر بقى طريق وبقى شاهد على سفن ماشية بالتكبير، سفن فيها جنود لابسين دروع من إيمان مش من حديد. ومن يومها بدأت قصة بحار جديدة، كانت نهايتها في الأندلس وفي صقلية، وفي كل شط وصل له مركب بيتكلم عربي. يا ترى لو المسلمين ما دخلش قلبهم الشجاعة يخوضوا معركة ذات الصواري، كان البحر هيفضل روماني ولا في حد تاني كان ممكن يسبق؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.